السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اليوم عندي حكي أريد أحكي بخصوص حثالة الكويت اللي قاموا يتمادون ويتجاوزون على أسيادهم اللي هم العراقيين. تعالوا أقول لكم أنتم منو سماكم دولة ومنو سواكم دولة؟ خلف الله على الدول الأجنبية ولا غيرها اللي سوتكم دولة. أشو أنتم لملوم من مصر ومن العراق ومن فلسطين ومن سوريا وليبيا ولبنان والأردن وغيرها وغيرها. منو سواكم دولة؟ شو كل يعني لملوم من كل زيج ركعة. قولوا لي انتم منو سواكم كويتيين؟ منو سواكم دولة انتم أصلا؟ حتى استحي من أقول دولة. بابا انتم مو دولة، انتم تنتمون للعراق. رضيتوا ولا ما رضيتوا؟ تنتمون للعراق وبس. وقوموا حياطين إذا ما عجبكم هذا الحكي. شنو قاعدين تنتقدون بالعراقيين؟ منو شايفين روحكم انتم؟ متجنسين وأصولكم معروفة وتعرفون اللي ينكر أصله شنو. مو عيب؟ مو خزي؟ ما تستحون؟ شنو هالحقد اللي بقلبكم؟ شو وقت تنظفون انتم؟ يعني أريد فد واحد منكم يعني تنتقدوه، واحد يعني من شعبكم ينتقد مذيعة، هاي المذيعة اللي اسمها مي العيدان، هاي الحيوانة الخنزيرة اللي قامت تغلط على العراقيين، أو ينتقد واحد منكم نائب الكويتي اللي قام يغلط وعنت عين العراق، يغلط على العراقيين وعلى العراق. أريد واحد منكم ينتفضوا على هالشي. ماكو. انتو كلكم واحد يمثل الآخر، كلكم ما تسوون فلس. انتو شنو انتو؟ منو قالكم دولة؟ عمت عين العراق؟ لا والله عمت عين الكويت وأهلها. شو وقت تنظفون انتو؟ ما لهم هم سموكم يهود العرب. هم اليهود أشرف منكم وأنظف من قلوبكم، هم عندهم شوي رحمة. وهماتين عندي رد على هذه مي العيدان من قامت تغلط على محمد السالم وحسام الرسام. هم ايش سووا؟ محمد السالم لأن انتقد مسلسلاتكم هاي السخيفة اللي نشرتوها علينا وسويتوها، لأن انتقدها صار ما يعجب. مو بس هو انتقدها، احنا كلنا وحقه ينتقدها لأن هاي إساءة الشعب. ومن طلعتك مضرطين يا مي العيدان وتدورين على أساس تسوي روحك مواطنة وتدافعين عن دولتك. هي الكويت دولة عليك انتي مو علينا احنا، ما تنفق عندنا الكويت مالتك. ومن قمتك مضرطين ورحتي هماتين على حسام الرسام. حسام الرسام من غنى هاي اغنيته اكل لحمهم ما ادري شو اسمها، حتى حرام يعني. وين ذاكر بيها الكويت؟ واني سامعتها. وين ذاكر بيها الكويت؟ تعالي قوليلي وين ذاكر بيها الكويت؟ ذاكر كويتكم بيها؟ ليش تدورون الافتراء على الناس؟ يعني ما تستحين؟ ما تخجلين؟ سويتي غلط على بلدكم بابا. انتو دولتكم ما تسوى فلس. تعرفيني فلس؟ هم ربع دينار مالتنا زايد عليها، ما تسوى شي. تفلة يم العراق كانها عش الطير. شو وقت صرتوا دولة انتو؟ بالتفقات يلا صرتوا دولة. وهماتين اريد ارد على هذا اللي اسمه انور هذا عفوا عكاشة، توفيق عكاشة. انت من تحكي على العراقيين وبهايم وبغال، شايف انت شلون يعني شلون جسمك وهاي سماتك؟ شايف روحك انت؟ اذا العراقيين بغال فانت هماتين بغل ابن بغل. بس ما جتنا اساءة من مصر اكثر ما جتي منكم انتو يا الكويت. مصر
أختنا، مو مجاملة ولا لواقع لها، بس ما جتنا إهانة بقدكم، ما جتنا إهانة منها ومن أي دولة بقدكم انتم. تظلون حقراء وقلبكم ما ينضف ويهود العرب. وأتمنى من كل واحد سائل العراق، سواء أكان من الكويت أو من أي دولة، يلزم حده ولا يتجاوز، واللي هنا وكافي. خيرات العراق كلها ببطونكم انتو يا الكويت، وتمصون بنفطة وما تشبعون. ما تشوفون واحدكم ثربش كبر عباك ثور؟ ما تستحون؟ ما تخجلون؟ عيب وكافي. وخل كل واحد يلزم حده. ما ناقصين حروب ثانية؟ وروحوا على اللي غزاكم، مو علينا، احنا ما لنا علاقة. وتعرفون من اللي بدأ بالكره والحقد؟ الشعب ما له دخل، بس حكومتنا نكسة كانت. وانتو هسه هماتين صرتوا فقراء ونقوس. لا تتجاوزون وكافي عاد. ولوا بحقارتكم بعيد عنا، عوفوا العراق بحاله. يما العراقي ضاغطكم، يما شاق حلوبكم العراقي، بس يبقى تاج على راسكم وراس أكبر واحد فيكم. وخل أشوف واحد بعد يحكي على شاب عراقي أو حتى على بنية عراقية أو طفل عراقي. هو الشعب العراقي بأكمله، أي واحد بعد يسيء له ما يشوف الوجه الزين. وكافي وجفونا شركم يا حثالة، يا يهود العرب.